بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة أكلة جميلة قوي كلنا بنحبها وبنعشقها، الكبار والصغيرين. احنا هنعمل مع بعض النهاردة الكافيار أو البطاريخ. احنا عارفين ان أسعاره غالية نار وما بنقدرش نشتريها من برا، فاحنا هنعمله لولادنا بطريقة سهلة وبسيطة، ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. انا لما بجيب سمكة الرنجة الجميلة دي، الحقيقة انا بحوش البطاريخ اللي بتطلع منها، وبدل ما بعمل اكلة واحدة بعمل اكلتين، وبستفيد منها وبعمل لولادي اللي هم عاوزينه. طبعا احنا بناخد البطاريخ بنغسلها كويس قوي ونبص عليها حلوة قوي، علشان اللي تكون نظيفة في ايدينا، لان احنا عاملين لها فيديو قبل كده. الرنجة سواء محدقة او طرية كده للشاوي او للقلي، من السمك اللي الواحد بيعشقه في الاكل بصراحة. فناخد بالنا من البطاريخ بتاعتها كويس قوي قوي، ومن غسيل السمكة نفسها. احنا النهاردة هنعين السمك، لكن هناخد البطاريخ. بحوش البطاريخ ديت لحد ما عملت منها أكلة، وبعد كده بعملها أكلة منفردة لوحدها للبيت. هنعمل النهاردة البطاريخ بطريقة بسيطة، ان احنا هنقليها مع بعض وهنتبلها عادي. والحقيقة لها كذا طريقة، وان شاء الله ننفذها مع بعض في فيديوهات جاية تانية بإذن الله. البطاريخة هي يا حبايبي بناخدها ونغسلها كويس قوي زي ما احنا قلنا، ونبص فيها حلوة قوي. اهيت احنا كده جمعنا حوالي نص كيلو او زيادة شوية، وبعد ما غسلناهم غسيل كويس زي ما احنا قلنا، بنبتدي بقى ان احنا هنتبلها ونجهزها للأكل مع بعض. هنضيف لها كل البهارات اللي موجودة عندنا. لو عندك بهارات سمك ضيفيها عادي، انا الحقيقة هضيف كمون وفلفل اسمر وملح لان ما عنديش بهارات السمك. وهنضيف لها تتبيلة برضو من اللي انا عاملاها ومجهزاها عندي في التلاجة. برضو انتوا لو التتبيلة ديت بتجهزوها، برضو انا عامله لها فيديو وحطها على القناة. اي حاجة بتحتاج تتبيلة مني باخد من التتبيلة دي على طول، سواء سمك او بتنجان مخلل، اي حاجة بتحتاجي ان انتي تضيفي لها التتبيلة بتبقى جاهزة معايا على طول. كمان بنعصر ليمونتين او ليمونة كبيرة لو موجودة عشان الزفارة. وبنضيف لها برضو معلقة خل كبيرة. الحقيقة البطاريخ ديت يعني محدش يقدر يقول عليها لأ في الأكل، جميلة جميلة وكلنا بنحبها، وعارفين ان احنا زي ما قلنا ان اسعارها بره غالية قوي. فنحاول ان احنا على قد ما نقدر نقدم لأولادنا الأكل اللي هم بيحبوه، وبأسهل طريقة ان احنا نقدر نوصل لها. والتتبيلة هي يا حبايبي بنضيف معلقة او معلقتين حسب الكمية اللي انتي عاملاها. بنسيب بقى البطاريخ ديت في التتبيلة حوالي نص ساعة قبل ما تجهزي الأكل. بنقلبها كويس كده في التتبيلة وهنغطيها ونسيبها على رف التلاجة حوالي نص ساعة ربع ساعة حسب ما هتجهزي الأكل بتاعك. يبقى احنا كده ضفنا لها تتبيلة والليمون والخل والكمون والفلفل الأسمر والملح. بعد كده بقى هنجيب الدقيق بتاعنا وهنبطن بيه البطاريخ زي ما بنقلي السمك البلطي للقلي عادي، بالتتبيلة اللي عليها، وهنبطنها كده. والله طعمها حلو قوي، وجربوها وان شاء الله الطريقة تعجبكم بإذن الله.
بنحضر معانا القلاية بتاعتنا وبنضيف فيها الزيت بتاعنا على نار متوسطة، ما تكونش النار عالية قوي عشان برضو البطاريخ تاخد راحتها كده في القلي وما تشعوطش مننا، ولا نهدي عليها النار قوي برضو علشان ايه ما تتهريش ولا يبقى لها ريحة كده في الاكل. زيت متوسط كده سخن كده في الوسط، وهي ما بتاخدش وقت معانا يعني اصلا في القلي. ما شاء الله ريحتها جميلة وطعمها جميل، واتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله الطريقة تعجبكم بإذن الله. بعد ما خلصنا الكمية اللي معانا كلها هي يا حبايبي، بنرش عليها رشة تتبيلة كده بسيطة، لان هي اكيد برضو واخدة التتبيلة واخدة منها الملح، فنعمل حسابنا برضو. بتقدمي معاها بقى عيش او رز بشعرية حسب ما تحبي، وبنقدم معاها كمان سلطة خضراء. تعملي احلى سندوتشات تاكليها برز حسب ما تحبي، واحلى كافيار احلى بطاريخ تعمليها في بيتك بايديكي وبألف صحة وعافية يا رب. وبدل ما تبقى أكلة واحدة أكلة السمك، لا احنا عملنا سمك وعملنا كافيار وبألف هنا وشفا يا رب.